ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض كوردن بلو الغلابه بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه، ومفيش فيها اي تكاليف غاليه هتجيبها من بره. كل المكونات موجوده في اي بيت. عملت الكميه دي كلها من صدر فرخه واحد. الكميه كانت كبيره فانا حمرت جزء منها والجزء التاني هعينه في الفريزر. شايفين الجمال؟ روعه. ريحتها تجنن وطعمه تحفه. سامعين صوت القرمشه؟ الله على الجمال. واو. شمين الريحة الجميلة دي معايا؟ بس قبل بقى ما ندخل ونشوف طريقة الجمال ده، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف طريقة الجمال ده. معايا اول حاجة المكونات. معايا 3 حبات بطاطس كنت سلقاهم وهرستهم بالهراسة او بالشوكة عشان اوفر الوقت. ومعايا التوابل اللي هنزل بيها: معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بابريكا. هنزل بالتوابل فوق البطاطس وهقلبهم كويس. ومعايا حزمه صغيره شبت على كزبره، ومعايا قرن فلفل حامي او رومي براحتك، ومعايا معلقه صغيره توم مهروس مفرومه. وهنزل فوق البطاطس وهقلب في بعضه كويس. وده شكل الخليط بتاعنا بعد ما قلبناه كويس. وبعد لما خلصت عندي الحشوه، عندي 3 وحدات فينو. هشيل الطبقه الخارجيه اللي عليهم بالشكل ده. هشيلها لحد ما تبقى قدامي بالشكل ده. هجيب عندي بقى الكبة وابدأ اكسرهم في الكبة. هنبدأ بقى نفرم الفينو في الكبة كويس. عندي بعد كده عندي صدر فرخة، هبدأ اقطعه شرايح بالشكل ده. بعد لما قطعت عندي الفراخ لمكعبات صغيرة بالشكل ده، هنزل بقى عندي في الكبة فوق الفينو. هنزل فوقيهم بمعلقتين مية كبار. هنزل فوقيها بكيس فيجيتار. هنزل عندي بالتوابل: معلقة كمون صغيرة، ومعلقة فلفل اسمر صغيرة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة ملح صغيرة، وبهارات لحمة. وهضربهم عندي بقى في الكبة كويس لحد ما ينعموا معايا. وده شكل الفراخ والفينو بعد ما اتفرموا مع بعض في الكبة. ده القوام اللي احنا عاوزينه. وبعد لما فرمت عندي الفينو والفراخ بالشكل ده، عندي بقى بولة فيها نص كوباية حليب او لبن وعليها بيضة، ومعايا بقى الكفر الخارجي، معايا فيجيتار خشن، ومعايا دقيق. هخلط البيضة مع الحليب او اللبن بشكل كويس. هجيب عندي كيس تلاجة وهفتحه بالمقص بالشكل ده وهدهنه زيت. هاخد عندي اول حاجة قطعة من الفراخ وهبدأ افردها كويس على الكيس. هقفل الكيس عليها كده وافردها بالشكل ده. وبعد لما فردتها كويس بالشكل ده، هجيب عندي بقى حشوة البطاطس اللي احنا عاملينها مع بعض، وهحشي الفراخ بالشكل ده. وهبدأ اقفلها من الطرفين الاول. وهبدأ الفها بقى بالشكل ده. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ كوردون بلو الغلابة حاجة سهلة وبسيطة وسريعة، وهتعملها لولادك. شايفين الجمال؟
نشكل مع بعض واحدة تانية. بدهن الكيس بزيت كده بالفرشة، وهبدأ اجيب عندي قطعة فراخ هكورها بالشكل ده واحطها بقى على الكيس وابدأ افردها. لما ولادك يحبوا ان انت تعملي كوردن بلو هتعملهم حاجة سهلة وبسيطة من مكونات موجودة عندك في البيت، مش هتشتري اي تكاليف غالية من بره. ونحط جواها حشوة البطاطس، نبدأ نقفلها من الجنوب الاول بالشكل ده. نبدأ نلفها. شايفين الجمال؟ تقدري تعمليها وتعينيها في الفريزر وتطلعي بقى على قد الاستخدامات بتاعتك، على قد احتياجاتك هتطلعي. شايفين جمالها؟ هنشكل بقى بقية الكمية بنفس الطريقة. من صدر فرخة واحد عملت الكمية دي. شايفين الجمال؟ كمية مرضية ومشبعة. كوردن بلو طعمه تحفة. هنبدأ بقى نحطه في الكفر الخارجي. هنزل بيه في الدقيق الأول، وبعدين في البيض والحليب أو البيض واللبن، وبعدين هنزل فوق الفيجيتار وهغلفه بالشكل ده. وهنزل تاني في اللبن أو في الحليب، ونطلعه نحطه في البقسماط الخشن تاني. شايفين الجمال؟ نعمل مع بعض واحدة تانية. بننزل في الدقيق الأول، وبعدين في الحليب، والفيجيتار، وبعدين انزل عندي تاني في الحليب والفيجيتار، هعمل عندي الكمية بقى بنفس الطريقة. وده الشكل النهائي للكوردن بلو. شايفين جماله؟ هدخله عندي التلاجة بقى لمدة ساعة لحد ما يتماسك. لو هتحطيه في الفريزر هتحطيه لمدة نص ساعة. وده شكل الكوردن بلو بعد ما طلع من التلاجة. هرفع عندي طاسة على النار فيها زيت غزير، ولما الزيت يسخن هنزل عندي بالكوردن بلو. اخلي النار عندي وسط علشان يستوي معايا كويس. لما بيحمر بقلبه على الناحية التانية. وده يا حبايبي شكل الكوردن بلو بعد ما خلص. شايفين الجمال؟ ولا الريحة تجنن. طعمه خطير. كوردن بلو الغلابة بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. كل تكاليفها موجودة في البيت. بدل ما تعملي بقى كوردن بلو بتكاليف غالية وعالية، هتعملي حاجة على قد ايدك وحاجة طعمها خرافة بجد. تحفة. شايفين الجمال؟ جربيها وان شاء الله هتعجبك وصفتنا. وصفاتنا كلها على قد الايد وكل المكونات موجودة في اي بيت، وبألف هنا.